السلام عليكم جميعا. يعني هاي رسالة مهمة. أنا بصفتي بشتغل مقدم لبرنامج مع الحدث على إذاعة مزاج اف ام. وردتنا أكثر من 50 حالة اللي بدي أحكيه الآن، وقدرنا من خلال ال50 حالة اللي وردتنا نكون انطباع كامل وصورة شاملة وعامة للي عم بيصير. وحسيت إنه من واجبي كإعلامي إني أنبه الجميع وبالذات الصبايا والأهالي على اللي قاعد بيصير. فأنا بدي أطلب من الجميع الآن يسمعوا بإصغاء، ورجاء كمان نشر هاي الرسالة لأكبر عدد ممكن من الناس، خلي الكل يستفيد. القصة ببساطة، عصابة مكونة من رجل وشاب. الرجل بيتصل بالبنت، طبعا البنت غالبا بكون عمرها فوق 30 سنة. هذا طبعا من خلال الحالات اللي وصلتنا. بيتصل: مرحبا، أنا ابني شافك وحابين لو سمحتي نتعرف عليكي، بدنا رقم أهلك عشان يكون الموضوع رسمي. البنت طبعا لما تشوف انه طلب رقم اهلها بتعطيه رقم امها او ابوها مثلا. بيتصل هذا الشخص الكبير بالسن وبيعرف بنفسه انه الدكتور كذا النابلسي. دائما الدكتور كذا النابلسي، مرحبا، احنا شفنا بنتكم وعجبتنا وطالبين الحلال وبدنا نطلب ايد بنتكم لابننا. ابننا برا البلد، ممكن بيعرف انه ابنه مهندس مثلا، بيشتغل بلندن، بيشتغل بباريس، بالامارات، بغض النظر. طبعا الاهل لما يشوفوا انه الموضوع جدي، وخاصه انه الرجل بيحكي يعني بشكل مؤدب جدا وبيحكي بالدين، بيحكوا له ما في مشكله، يعني بخلوا بيسمحوا لبنتهم انها تحكي مع الولد على اساس انهم يتعرفوا على بعض. الشاب ببلش يتصل بالبنت بدايه المكالمه، بيحكي لها: عرفيني على حالك اكثر، احكي لي عن حالك اكثر. طبعا هي مطمئنه لانه بموافقه الاهل والشاب عريس. ببلش شوي شوي يحكي معها كلام جنسي وكلام مش لازم ينحكى بهيك مكالمات. البنات في بنات بنصدموا، بس ما بتكون ردة فعلهم قوية لأنه زي ما حكيت لكم الموضوع شوي شرعي وما بدها تخسر العريس. بتبلش مثلا تعرفوا على حالها بالبداية، بتبلش تحكي وممكن تتجاوب معه. طبعا بسكر الخط معها بعد ما يكون خلص المكالمة، ببعث لها مسج انه هاي المكالمة مسجلة وانا راح افضحك، وانا راح ابعث المسج لكل الناس اللي بتعرفيهم. طبعا هي مكالمة جنسية بالغالب. او بتحولي لي مبلغ كذا على البلد الفلاني. وطبعا البنت تصير تحت ضغط، خايفة تحكي لأهلها، خايفة تحكي لحدا. اللي بدي أحكيه: أرجو الانتباه جميعا من هاي العصابة المنتشرة الآن. أكثر من 50 حالة وصلتنا على الأردن أو على الإذاعة تحديدا، وناس بيحكوا معنا منهارين تماما، بنات وقعوا بهذا الفخ. فأرجو الانتباه. أي واحد بحكي لك إنه أنت عجبتي ابني وبدنا رقم أهلك، الأهالي بالذات، إذا واحد اتصل معكم وحكى لكم بدنا نحكي، احكوا له: لا، تعال تفضل عنا على البيت. حكى لكم ما هو ابني برا البلد، احكوا له بس يجي ابنك بصير كل خير. اذا لا سمح الله تورطتي مع هذا الشاب وسجل لك اي مكالمه وانت خفتي، شو الحل؟ الحل مجرب مع 50 حاله، وهذا الحل الانجع والامثل. الحل انه المفروض انت ما تحولي له ولا فلس واحد وابعتي له مسج باي معنى، بمعنى انه روح اعمل اللي بدك اياه وانشر زي ما بدك. وتاكدي اختي الكريمه تماما انه لا راح ينشر ولا راح يبعت، ولا اصلا هو بيعرفك ولا مهتم فيكي. الموضوع اذا بعتي له زي هيك وشاف ما في منك فايده، راح يسكر الخط ويدور على ضحيه اخرى يشتغل معها. وتاكدي تماما هو لا بيعرفك ولا قاصدك ولا انت شخصيا المقصوده، انت مجرد ضحيه ابتزاز بده منك مصاري. شاف في منك مصاري بكمل معك، شاف ما في ما فايده بدور على غيرك. ارجو الانتباه الشديد يا بنات. اي شخص بيتصل وبيعرف بنفسه انه كذا النابلسي وابني شافك وحاب يتعرف عليكي واعطينا رقم اهلك، هذه عصابه الان بتمارس نشاطها في الاردن. فارجو الانتباه. وانا بدي اطلب من الجميع انه ينشر هذا الفيديو على اكبر واوسع نطاق حتى الكل يستفيد. والله يسلمكم جميعا من كل شر ويعطيكم العافيه. شكرا جزيلا.